السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل ان في روشتة ببلاش موجودة ببيتك وبتعملها 5 مرات في اليوم، والطب الحديث بيقول انها الحل السحري لتعب الجيوب الانفية. انا الهام جد الرب، كاتبة ومترجمة طبية. الشتاء بالنسبة لي كان دايما معركة مع الجيوب الانفية وحساسية الصدر، وانا ببحث في احدث الابحاث العلمية لقيت ان النصيحة رقم 1 عند الدكاترة هي النيزل إريجيشن او غسيل الانف. المفاجأة إن الحل ده هو نفسه سنة الاستنشاق والاستنثار اللي بنعملها في وضوءنا من أكتر من 1400 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بوضوح: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. طب إيه اللي بيحصل في جسمنا طبيا وقت الوضوء؟ أولا، بنعمل تنظيف ميكانيكي، بنغسل الأنف من التراب، الدخان وحبوب اللقاح اللي بتسبب الحساسية قبل ما تدخل الرئة. ثانيا، الاستنشاق بيدوب المخاط السميك اللي سادد الجيوب الأنفية وبيخليك تتنفس بالراحة فورا. وثالثا، بيقلل وجود البكتيريا والفيروسات فبيحمي جهازك التنفسي من العدوى. رابعا، بيرطب الأنف ويحميها من الجفاف ونزيف الأنف اللي بيسببه هوا الشتاء الناشف. وعشان تاخد الفايدة الطبية الكاملة وانت بتتوضى، ركز في ال3 حاجات دول. استخدم مية فترة في الشتاء لأنها الأفضل في تدويب البلغم وراحة الالتهاب. 2، اسحب المية بوعي وبالراحة لحد ما تحس انها وصلت لآخر تجويف الأنف. 3، استنثر يعني اخرج المية، يعني انثرها لبره كده قوة عشان تطرد كل السموم بره جسمك. سبحان الله، ربنا الحكيم ما بيشرعش حاجة إلا وفيها رحمتنا وصحتنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو عجبكم الفيديو وحسيتوا إنه مفيد ما تنسوش تشتركوا في القناة. شاركوني في الكومنتات، هل جربتوا تحسوا بفرق الاستنشاق ده في صحة نفسكم قبل كده؟ أنا إلهام جد الرب، دمتم بصحة وعافية.